أنا حياتي كانت شرسة، وحتى لما كنت دكتور في الجامعة في بداية تدريسي كنت شرس، والناس تنفر مني وما قادر أسيطر على روحي ولا يهمني أحد أبدا، ومعروف بالجامعة أني أنا شخص شديد، وحاولت أهذب نفسي ما عرفت، لكن مو رايح للقرآن كعلاج، لا، بديت أحب أني أنا أحفظ القرآن من بدايتها البقرة والعمران والنساء فلما بديت أحفظ التبصر في الآيات كانت عجيبة، فقمت أشوف، رجعت إلى أفضل تفسير في ممطط وكبير اللي هو من ابن كثير، أخذت القصير من المختصر ماله اللي هو 1800 صفحة، قريتها 8 مرات علشان أبي أفهم، يعني مو أبي أنا أطالع التفسير مال الكلمة وارجع لها، لا، أبي أفهم داخل في آية تتكلم عن المتخلفين الثلاثة، فأنا قلت شنو قصتهم ذيلا، ولما كل ما أدخل في القرآن أركض، يعني مثال أول مثلا أقعد أصلي، يجي من واحد يصلي بصوت عالي، إذا خلص أقول له ليش أنت ما تعرف أن الله يسمعك؟ إيش حق يسمعني اللي تقراه؟ وفعلا هو مزعج اللي أنا أقراه، الرجل هذا ينفر منه، ينفر من مسجدي، فبعدين قمت أقول حق نفسي أنا ليش الرجال ما مرة واحدة طير طب على الشجرة ويبي يطير، ايش حق انا اخليه بعد ما يطب على هالشجره؟ فبديت انا ايود روحي شويه، يقول بصوت عالي، قمت ما اهتم له، اهتم وانا اقرا القران اتذكر بعض الايات، فهذا التذكر مالت الايات صرفني عنه، قلت الله القران كذي هذبني، وبديت انا ما اترك القران، اصبحت عاشق له، فحتى اهلي يقولون انت عشيقك القران. حتى بالمسجد ما بيها رياء، ولكن اتعمد اني انا اعتكف بالمغرب للعشاء، واعتكف بالفجر للشروق، واحاول اجي قبل الصلوات نص ساعه ساعه، ابي عشيقي انا كل ما لو يهذبني زياده. بس السؤال اللي انا اقوله حق اللي قاعد يطالعني الان، مو بس اروح اركض عشان انا اعقل، لا، انت تتلذذ بالكلمات والقراءة. بعدين وصلت إلى مرحلة الإمام مثلا يغلط مثلا أو يستعجل في الركعة، يقرأ ويركع بسرعة، ما عندنا، وإذا ركع قام بعد ما خلصنا، أول أقول له يا أخي اصبر شوي شوي علينا وسع صدرك علينا، الحين قمت أخاف إنه هو على حق وأنا على باطل، فأنا قمت أسوي أهذب الروح وأنا وأعقلها. بدت الناس اللي بالمسجد اللي كانوا ينفرون مني يقولون جاسم أنت غير تغيرت، وفعلا تغيرت. بديت أستفيد إني أنا دائما الابتسامة بوجهي، لما أنا أسمع شيء تجريح لي أحوره، وخرت عن العنف، لقيت نفسي مستانسة ومرتاحة، لقيت الناس كلها تحبني، أنا قمت أسمع كلام والنعم، الكلمة هذه مو شوية قوية، ما تغيرت. هذا أنا جاسم الأولي وجاسم الحين، دكتور الأكشر والحين الدكتور، يعني أول ما حد يسجل عندي إلى 6 7، الحين مجرد ما يفتحون التسجيل 3 دقائق فل. الله يبارك، الله يبارك. ويوني حتى الدكاترة يتوسطون لي، معودتك بدخل هاي دخل هذا، أقول بنفسي أنا شو الفرق؟ هذبتها لما تركت الغضب وبديت أنا ألتجئ للقرآن، صار صاحبي هذا، ما قمت أستانس أروح أقعد دواوين، قطعت الدواوين إلا اللي يبوني قصب تعال.